بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على أشرف الخلق أجمعين، سيدنا محمد نبي الأمة ومن اتبع هداه إلى يوم الدين. متى نرى جماهير الأهلي في المدرجات بنفس قدر العدد جماهير الزمالك في المدرجات؟ متى نرى الأعلام الكبيرة للأهلي والمداخلات الأهلوية في المدرجات الأهلي مثلما نشاهد أعلام الزمالك الكبيرة والدخلات الكبيرة للزمالك في المدرجات؟ كلمة السر هذا الموسم لضرب استقرار الأهلي قد كان هي أوضة اللبس والسكواد العالي قبل أن يبدأ الموسم، وانتشار إعلام العار والسواد على الشاشات والقنوات بسكريبتات موزعة. اشتغلوا على أوضة اللبس أن هناك لاعبين بالملايين ولاعبين بالملاليم في الأهلي، فقط الملاليم، لدرجة أحد مقدمي البرامج جاهل وأقرب إلى الأمية أمي لا يعرف أي شيء، ولكن اللاعب كريم فؤاد يحصل على 4 مليون جنيه والأهلي بيفاوضوا لزيادة راتبه 1 مليون جنيه. هل هذا منطق؟ هل هذا معقول؟ هذا هو الغباء بعينه، وكلهم موجهين فعلا نجحوا في ذلك. وقد رأينا لاعبين من الأهلي في مباراة بيراميدز لعبوا في الشوط الثاني تجدهم لا مبالاة، استسلاما في الكرة لا مبالاة، في السعي خلف الكرة لا مبالاة، في الروح واللعب القتالي النظيف بعيد عن العنف لا مبالاة، لأنه يجلس احتياطي ويلعب باستمرار، وليس السبب ارتفاع أسعار أو أثمان اللاعبين، ولكن لأن المدير الفني جديد عن الفريق ويريد أن يثبت الفريق، وهذا من حق أي مدير فني، ومن حق أن هذا يلعب وهذا لا، وهذا أساسي وهذا احتياطي، لأنه جديد على الفريق ولا يعرف كل إمكانيات أي لاعب في الفريق. باستمرارية يعرف الفريق، وعلى اللاعب نفسه أن يفرض نفسه على أي مدير فني بالمهارة والإجادة والمجهود، لأن الكورة الآن هي مهنة وحرفة واستثمار، وليست هواية أو لعب زي زمان. كان اللعب للهواية وللمتعة، اللاعب فقط كان بيلعب لنفسه الأول ثم لمن حوله من الجماهير. آبائنا وأمهاتنا كانوا زمان يعاقبونا أننا نلعب كورة، ويقول أنها مضيعة للوقت، ولكن الآن ترى الآباء والأمهات يصطحبون الأطفال إلى اللعب الأندية.